تشافي راهن على لعيبته وقدر انه يكسب الرهان ده. مدرب كبير ومخضرم زي كارلو انشيلوتي. كلام في الكوره مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نتكلم عن فنيات المباراه. مبدئيا هي نقطه كده فاصله، انا اول لما شفتها في التشكيله قلقت شويه. فكره ان جافي نازل هاف او بيلعب في الحته دي واخد الخط ده مع بالدي، اللعيب اللي هو يعني نقدر نقول ده ممكن يكون اول كلاسيكو ليه في حياته. دايما اغلبيه المدربين لما بيراهن على انه يلعب او يمسك نص الملعب بيختار الحل اللي هو بتاع يسحب المهاجم ويبتدي يلعب بالاطراف. فبتلاقي ان الفرقه مثلا 4-2 ديفندرات 4، يعني بتلاقي الاربع مدافعين واثنين في نص الملعب والباقي كله هنا، عشان خاطر ظنا منه ان هو هيقدر ان هو يسيطر على مجريات المباراه. اغلبيه المواقف بتقلش، وده اللي كان مذاكره كويس جدا تشافي، وكان عارف ان من اهم اسلحه ريال مدريد هي الكاونتر اتاك، واللي بيوصلهم لديت ويطلعوا منها بصوره نموذجيه وبتنتهي يا اما عند فينيسيوس او عند كريم بنزيما، هم لاعبين اتنين بس، وهم توني كروس ومودريتش. طيب انا لابد ان انا ما اخليش الكوره تنزل عند الناس دي كتير، او بمعنى اصح كده اخلي وجودهم مهمش، وده اللي كان بيلعب عليه تشافي. بس رغم ان دول وجودهم مهمش، لابد ان الدفاع بتاع ريال مدريد ما يقفش مرتاح، عشان كده لعب بليفاندوسكي. وكان يعني الطريقه بتاعه برشلونه في الملعب 3-5-1، وده اللي انت كنت شايف ان برشلونه كسب الرهان، وتشافي لعب على انه يمسك نص الملعب بصوره كويسه جدا. لذلك انت ما لقيتش ولا ظهور ولا المودريتش ولا كامافينجا ولا لتوني كروس، اللي برضو انا شايف ان لو كان موجود تشاوميني كان ممكن يكون الموضوع شكله اشيك شويه. ولكن فوقان برشلونه، فانت نص الملعب بتاع ريال مدريد هي ما كانتش النقطه الفاصله، لا، برشلونه مسيطر على المباراه بالطول والعرض لحد ما قدر ان هو يسجل 3 اهداف، وبعد كده ساب الكره لريال مدريد. اعمل اللي انت عايزه، وريني هتعمل ايه اصلا. لان لعيبه برشلونه رقم واحد الخطوط قريبه من بعض جدا. يعني انت هتلاقي ان اللعيبه بالظبط حرفيا المساحات اللي ما بينهم خطوه خطوتين مش اكتر. لعيبه برشلونه كده كده كده، يعني الثلاث خطوط حرفيا في مكان واحد. لو الفرقه كلها ورا بتلاقيهم كلهم هنا في ال18، كلهم في نص الملعب، كلهم هنا. يعني بتلاقي ان دفاع ريال مدريد قصدي دفاع برشلونه بيقابل من اول نص ملعبه. رقم واحد عشان مصيدة التسلل، رقم 2 عشان الخطوط تكون متقاربه. اول لما يمسك مودريتش قوم ضاغط، اول لما يمسك توني كروس قوم ضاغط، والضغط كان منظم بصوره يعني ما تخلكش ان انت تعرف تفكر. اللعيب حتى وهو جاي له الكوره، واحد معجزه زي مودريتش بيقدر يشوف بقفاه، حتى ما كانش باين، كان تايه في الملعب. لان انت بتلعب في الملعب بكام واحد؟ 8 ديونج وبدري وجافي، ويعني مركز 6 كمان بقى مين اللي هو معاهم اسمه ده بوسكيتس. ولما لقيت ان في يعني في الملعب اللي انت لما تبص تشوف ان 3-8 من الناس اللي هي بتعرف تمسك الكوره، الناس اللي هي عندها ايه الرؤيه. لما يكون عندك لعيبه عندها الرؤيه، الناس اللي بتعرف بتفكر في جزء من الثانيه، ده اللي يخليك تعرف تمسك الكوره. تك 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 برشلونه، ودي كانت اساسا المدرسه بتاعتهم. فانت جيت في ملعبهم وهم كانوا بالبلدي كده، يعني احنا سمعنا اشاعات ان كان في اجتماع ما بين تشافي ورئيس برشلونه على ان خلاص انا قدمت كل اللي عندي، خزينه النادي بقت فاضيه، ما فيش موارد ماليه، مش هقدر اعمل اكتر من اللي عملته، لابد ان حضرتك تعمل حاجه. فبالتالي برشلونه دلوقتي دفاعه متميز جدا، وده على مر تاريخ اوسخ حاجه كانت في برشلونه هو الدفاع. تاني حاجه كانت مش موجوده عند برشلونه الفتره اللي فاتت هي الفاعليه الهجوميه، وده اللي ابتدى يحل جزء منه شويه، هو وجود لاعب
خبره زي ليفاندوسكي. وده بالظبط اللي بيحصل في ريال مدريد، ولكن غاب النهارده لان ما لقاش اللي يقدر يخدم عليه. فيقدر نقول ان 4-4-2 في حاله الدفاع ما كانتش مفيده جدا لفرقه ريال مدريد. لما بتلاقي ان انت هنا فالفيردي ماشي، وهنا مودريتش او بقى كامافينجا، ومودريتش وتوني كروس هنا، كان المفروض ان ده الرهان يعني اللي انت تقدر من خلاله تكسب انت نص الملعب وتعرف تلعب برشلونه. بس برشلونه كانت مذاكره الجيم كويس جدا ومحضره للمباراه اكتر من سيناريو. وبتهيألي يعني الفترات اللي فاتت دي كلها، كل الماتشات اللي انت بتشوفها، حتى اخر ماتش في الدوري الانجليزي بتاع مانشستر يونايتد، الكل دلوقتي بيلعب على اخطف واجري بجد. كله بقى بيحط الجون وخلاص، اعمل اللي انت عايزه. بيضغط ويأمن دفاعه كويس جدا. الفتره بتاعت اللي هي ايه، انت فايق بدنيا. الفتره بتاعت هي ايه، ان انا لسه نازل بصحتي، اول 45 دقيقه دي هي دي اللي دايما المدربين بيشتغلوا عليها كويس جدا. عشان خاطر يعمل ايه؟ عشان يطلع باحسن منتج عنده، باحسن حاجه موجوده. لان اللعيبه مش هتوصل للفوقان غير في الوقت ده، او يعني يمكن نقول هي فايقه بدنيا وذهنيا في الوقت ده، الا بقى لو حصلت حاجات شاذه كده. لكن لما تلاقي ان فرقه مركزه قوي كده، هو ده بقى ان نقدر نقوله ان دي كانت شخصيه برشلونه قدرت تتفوق على شخصيه ريال مدريد. وان دي حاجه غريبه جدا جدا جدا. والمشكله اللي ممكن نقول انها موجوده عند لعيبه ريال مدريد، واللي انا لاحظتها في الماتش ده، فكره الشبع. لعيبه ريال مدريد من الواضح انها شبعت بطولات، حققها وكل شيء، بس مفيش نادي بطولات بيقف. وان انت تقابل المنافس الرئيسي في بطولة وماتش ببطولة ويكون ده مستواك وده يعني حالتك، لا صعب. خصوصا ان انت تقدم لك دعم من لاعب كبير اسطوره زي كريستيانو رونالدو، وتقدم لك دعم كبير من لاعب زي روبرتو كارلوس، وكان في ناس كتير مسانده ليك وكانت مبسوطه. وانت بتقول ان انت كنت مرتاح جدا في السعوديه، وبعض اللعيبه خرجت بتصريحات بتقول ان هي يعني كانت عايشه وكانها في بلدها. فمنين يعني حتى الهجمات اللي انت ابتديت ان انت تعملها عملتها، او فوقانك كان متاخر جدا، كان متاخر جدا بعد ما برشلونه سجلت واللعيبه اللي في الاحتياطي بتحتفل والحكم رفع الدقايق. حضرتك المباراه يعني تسجل هدف بلس 90 ده لو انت هتتعادل، لكن تسجل هدف بلس 90 والفرقه اللي قدامك مسجلها 3، انت فوقت اخر ربع ساعه بمزاج برشلونه اكتشفت انها خلاص ثلاث نقط اسمه ده 3 اهداف من الصعب ان انت ترجع في ربع ساعه، قفل المساحات. وهم كانوا مميزين جدا جدا، وابتدى يستهلك الوقت ويبتدى ينزل انسو فاتي بحيث يعرف يلعب معاك على المرتدات والسرعات اللي عنده. فبالتالي تشافي لعب الجيم صح. اول بطوله لتشافي مع برشلونه، نقدر نقول ان تشافي يعني ابتدى يبرهن لجمهور برشلونه عن ان هو مدرب راجل متصدر الدوري، وراجل يعني نقدر نقول اهو معاه بطوله في جيبه ويمكن يقدر ياخد الدوري. فانا كل اللي انا شايفه ان تشافي كمدرب مدرب خامه كويسه ونقدر نشوف منها القادم. معاه عناصر شابه كتيره جدا مميزه في برشلونه. يعني شايف ان برشلونه الفتره اللي فاتت دي كانت من اصعب فتراته، ولكن ان هو نادي كبير قدر يدير الازمه او يقدر يدير الموقف بصوره كويسه جدا. واهو معاه بطوله، اهو بينافس على الدوري، وكمان يمكن نشوفه بقى في اليوروب هيعمل ايه. لسه بدري جدا. وكده اكون انا خلصت كلامي. كانت مباراه سيئه جدا لريال مدريد، مبروك لكل برشلوني. كان معاكم احمد ناصر، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الى اللقاء.